السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ عاملين سمك بالزيت والليمون. في الفرن هيعجبكم قوي، تحفه وطعم روعه. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لنا لايك. بسم الله ونشوف المقادير. طبعا دي طريقه تنظيف السمك. بنقصقصه اول، قص كل الزعانف اللي فيه من فوق ومن تحت ومن الجناب. بعد كده بنجرب نشيل القشر بالسكينه، الوش والظهر، كل بقى لغايه ما يبقى نضيف زي الفل، مش فيه قشره خالص. وبعد كده بنشيل الراس. احنا هنسيب السمك النهارده مقفول مش مفتوح، مادام السمك حلو وبطنه نضيفه نسيبه مقفول. نغسلها تبقى زي الفل كده تحت الحنفيه لغايه ما تبقى نضيفه زي الفل. قص الديل بس وخلاص. ده السمك بقى اللي معانا النهارده. طماطمية واحدة مقطعة حتت صغيرة، كمون وملح، فلفل ألوان، توم مفروم، ليمون كتير، حوالي 4 ليمونات أو 5، زيت، ليمون مقطع ترانشات. هنا هنحط السمك، هنشققه كده زي ما انتم شايفين، شقين بس من فوق بس، مش هنعمل من تحت عشان لما نيجي نطلع السمك ما يتقطعش معنا. التشقيقة دي عشان ندخل فيها التتبيلة بتاعة السمك، يبقى طعم السمك حلو من جوه ومن بره. بس كده. بعد كده هنرش عليه ملح عشان طبعا السمك يتحدق شوية، ملح بسيط بالوش ومن الظهر. سيبه بقى شوية كده في ايه يتحدق مع بعضيه على ما نعمل التتبيلة بتاعته. هنحط بقى التوم المفروم عندنا، ونحط عليه البهارات، الملح وفلفل وكمون وملح. نعمل حسابنا ان احنا حاطين ملح على السمك قبل كده. اساس الطبخة دي طبعا الكمون فيها هيكون كتير، والثوم والليمون ده اساسها، والزيت طبعا هننزل عليها بشوية زيت ونسيب بقى نحتاجه في الاخر. والليمون كله هننزله عليها، لازم الليمون بتاعها يكون كتير كده، حوالي 4 ليمونات او 5 ليمونات معصورين، لان اساس السمك ده زيت وليمون. جزء صغير من الطماطمايه وجزء صغير من الفلفل الالوان، وهنسيب بقى نحطه في التتبيله في الاخر. نبدا بقى نتبل السمك بالتتبيله الحلوه دي، ريحتها قلب الدنيا. هنحط بقى في الفتحات اللي احنا فتحناها في السمك اللي احنا شقناها، ننزل فيها التتبيله عشان التتبيله توصل لجوه السمكه. دهنا السمك كمان كله بالتتبيله. هننزل بقية الفلفل الالوان وبقية الطماطمايه، هي طماطمايه واحده بس، نقلبهم مع بعض. هنحشي بقى الراس بتاعت السمك برضه بالتتبيله، نحط فيها شويه من التتبيله، الطماطم والفلفل وكده والليمون والحاجات عشان السمكه من جوه طعمها يبقى حلو. ننزل بعد كده بالتتبيله كلها بقى على السمك في الصينيه زي ما شايفين كده. السمك ده بيبقى روعه، لو جربتوه ما انتوش هتبطلوا تعملوه. نحط الليمون الترانشات بقى على الوش، بيدي مزازه حلوه. بس خلصت خلاص. هننزل بكوبايه، نص كوبايه ميه، الزيت بقى الفايض هنرشه كده فوق السمك فوق الوش، عشان طبعا ده مش سمك مسلوق، ده سمك في الفرن بالزيت والليمون. نص كوبايه ميه في الصينيه، وهنحط الصينيه على النار بقى ايه حوالي 10 دقايق او اقل. مجرد ما تغلي بس كده نستنى 5 دقايق ونطفي عليها. وبعد كده بندخلها في فرن تشوي. ممكن تدخلها من البدايه خالص الفرن، بس تحطها في الارضيه تحت وبعد كده تطلعها على الشوايه، لكن هنا بندخله تحت الشوايه على طول. وبألف هنا، مع السلامه.